السلام عليكم ورحمه الله. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده يا جماعه جايبه لكم وصفه التفتيح هتخلي وشك ابيض زي القشطه. طبعا احنا دخلنا على الحر وبنرجع سمر جدا للبيت، فاول وصفه يا جماعه اول ما تخشي كده البيت تقدري ان انت تعمليها بكل سهوله، ومكوناتها ان شاء الله تكون موجوده عندك. نبتدي بس حبايبي زي ما تعودنا نصلي على النبي عليه الصلاه وافضل السلام. ويا ريت اللي لسه ما دعمنيش باشتراكه في القناه يا ريت تدعموني باشتراك ولايك للفيديو، وقولوا لي رايكم في كومنت على الوصفه دي لو عجبتكم. نبتدي كده يا جماعه بسم الله الرحمن الرحيم. هجيب عندي اي بوله وابتدي بقى احط المكونات اللي انا هقول لك عليها دي اول كده ما تخش البيت. لو انت اسمريتي، لو الحجاب عمل علامه، لو وشك اتاثر من حروق الشمس، طبعا الشمس الايام دي ربنا يعيننا كده صعبه جدا. ابتدي كده اول ماسك اول ما اخش البيت كده اعمله، اجيب يا جماعه معلقه من الشوفان. الشوفان بيعمل ايه هنا؟ الشوفان هنا يا جماعه بيزيل لي الطبقه اللي اسمرت من الشمس، وبيفتح لي جدا البشره، بيشيل كده طبقه خفيفه من البشره من اللي هو الجلد اللي اسمر وتاثر بحروق الشمس، بيرجع لك بشرتك كما كانت. طيب تاني مكون يا جماعه سهل وبسيط وموجود تقريبا برده في كل بيت، هو اللبن البودر. اللبن البودر عندي هنا بيعمل ترطيب عالي جدا للبشره، وكمان يا جماعه بيحمي البشره من اي حروق من الشمس، بيفتح جدا كمان البشره. اللبن البودر ده ممتاز ورهيب جدا في اعاده لون البشره زي ما كانت، وكمان بيساعد على تفتيحها. طيب انا حطيت كده الشوفان واللبن البودر، هخلي بقى الخليط عندي معمول بلبن عادي، اللبن الحليب الابيض. طيب مش موجود عندي لبن حليب مفيش مشكله، لو عندك زبادي تقدري ان انت تعمليه. هاخد كده حوالي معلقتين من اللبن الحليب، وابتدي كده اقلب كويس جدا لحد ما اشوف القوام عندي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللبن طبعا يا جماعه اللي هو الحليب ممتاز جدا في نضاره البشره، بيساعد جدا كمان على التفتيح الرهيب، بيرجع لون بشرتك. تقدري تستخدمي الوصفه دي على بشرتك، على رقبتك، على ايدك، على ناحيه الشوز. طبعا هتتاثري جدا في الشمس. حسيت يا جماعه ان هي خفيفه، فهبتدي ان انا كده ازود عندي شويه من الشوفان. بسم الله الرحمن الرحيم. بس كده اقلب بقى كويس جدا لحد ما اقول لكم على القوام المظبوط. هتبتدي بقى اول ما هتغسلي بشرتك كويس جدا جدا بالغسول المخصص للبشره او بالصابونه المخصصه لبشرتك، وابتدي بقى ان انا افرد كده الوصفه دي على البشره. افتح مسام بشرتي طبعا بالميه الدافيه ومش السخنه، نخلي بالنا كويس جدا. الميه الدافيه يا جماعه بتحافظ على البشره، الميه السخنه بتعمل ترهلات في البشره. وابتدي بقى افرد كده الوصفه بتاعتي دي بسم الله الرحمن الرحيم بحركات كده عايزه اقول لكم دائريه، يعني زي ما يكون ان انت بتشيلي الطبقه اللي اسمرت من الشمس او اتحرقت من الشمس او اتاثرت من الشمس. الوصفه دي يا جماعه لكل بنوته بتعاني في الصيف من الاسمرار الشديد اللي بيكون موجود في بشرتها. انا واحده من الناس اهو، اول ما بخرج في الشمس الصبح يعني مش قادره اقول لكم وشي وايدي وكل حاجه بتتاثر عندي من الشمس، وبرجع بقى على طول اول حاجه بعملها الوصفه دي. رهيبه يا جماعه في التفتيح، بترجع لوني كده زي ما كان وبتديني نضاره عاليه قوي تفتيح. وعايزه اقول لكم بقى بعد ما الوصفه دي تنشف على بشرتكم هتفضلوا بس كده الاول دقيقتين على البشره تعملوا كده بالشكل الدائري ده، يعني زي ما يكون انت بتشيلي الطبقه اللي غمقت، وبعد كده بتسيبيها بقى على البشره حوالي نص ساعه او لحد ما تنشف. وبعد كده ببتدي ان انا افرك برده مره تانية علشان انزل كل الاسمرار اللي موجود في البشره او الطبقه اللي اسمرت عندي. وبعد كده بقى يا جماعه ما ننساش طبعا اهم خطوه في كل وصفه انا بعملها الترطيب. الترطيب عالي قوي يا جماعه، لازم ترطبي بشرتك يعني حلو علشان ما تتاثرش بعد كل وصفه. كنت عامله لكم امبارح ترطيب، اللي عايزه يقول لي في الكومنتات وابعته له. ترطيب حلو قوي وفيه فيتامين للبشره. الوصفه دي يا جماعه من الوصفات الممتازه اللي انت هتحتاجيها في الايام دي في الصيف، وقولوا لي رايكم على الوصفه دي لو عجبتكم. تقدروا تستخدموها مرتين ل3 اسبوعيا وبتشوفي الفرق بنفسك باذن الله. يا رب تكونوا استفدتوا من الوصفه دي حبايبي. اشوفكم فيديو جديد وصفات تانية جديده، مع السلامه.